السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يوم جديد ويوم سعيد علينا وعليكم يا رب. قومي بقى بطلي كسل، انا عارفة ان الدنيا ساقعة جدا والواحد قاعد متكتك بس مفيش وقت، والحاجة عمالة تغلى، لازم نلحق نفسنا كده ونظبط الدنيا قبل رمضان. كل سنة وانتم طيبين. دلوقتي القوطة سعرها هدي شوية. انا جبت القفص ده ب170 جنيه، فيه 23 كيلو. يعني حوالي الكيلو واقف بتقريبا ب7 جنيه ونص، حاجة زي كده. فبيقولوا على رمضان القوطة هتغلى. يعني واحدة بتاعت قوطة بتقول انه احتمال تكون في رمضان، مش عارفة، ب40 جنيه. معرفش دي اشاعات ولا ايه بالظبط. بس يعني في كل الاحوال، على يعني ارتفاع الاسعار اللي احنا شايفينه، الواحد دلوقتي مادام يعني لو معاكي حق الحاجة هاتيها. انت الكسبانة ليه بقى؟ لانه كل يوم بصراحة بنقوم نلاقي سعر شكل. فدلوقتي طبعا كده كده رمضان داخل علينا، الحاجة فيه بتغلى، وكمان ما بيبقاش فيه وقت. فالحاجة طبعا في البيت بتبقى جميلة جدا لما تكوني محضراها. اولا بتديكي وقت ومتسع كده، ان انت تعبدي ربنا كويس في رمضان، بيبقى عندك وقت وبتوفري مجهود للعبادة برضو. ف يا ريت دلوقتي لو انت قادره تجيبي لك قفص طماطم زي ده، هاتيه وخزنيه في الفريزر. هينفعك جدا في رمضان وفي الايام اللي جايه، لانه يعني ربنا يسترها يا رب ويرفع عنا الغلاء اللي احنا فيه. طبعا مسكت الطماطم غسلتها كده، او بمعنى اصح خليت ولادي غسلوها وجابوها لي، وزي ما انتوا شايفين كده زي الفل. فروحت واخداها وقاعده في الصاله، لان طبعا الكميه كبيره، انا قلت لكم القفص 23 كيلو. فخدته وقعدت في الصاله كده. بخرج منه العنقود اللي فيه الاخضر، اللي هو بيبقى في حبايه الطماطم ده، لازم تشيليه. لان كنت سامعه حد بيقول انه العنقود ده اكتر مكان الطماطم اللي هو بيمتص الكيماويات والحاجات اللي بتترش على الطماطم يعني. فغلط ان احنا نطبخ الطماطم بيه. فهشيله بقى كله منها كده، وهقطع الطماطم 4 تربع لو الحباية كبيرة، لو صغيرة هقطعها على 2. وهحطها في الحلة بالشكل ده علشان اسبكها على البوتاجاز، وهي قطع كده. انا ما بضربهاش الاول وبعدين بسبكها لما اكون هخزنها كده، لا. بقطعها وبعدين بسبكها وابتدي بقى ايه اضربها في الخلاط. لو وصلتي معايا لهنا من الفيديو، ما تنسيش تحطي لايك وتشتركي في القناة وتفعلي زر الاشعارات على الكل علشان يوصلك كل جديد انا بنزله. ولو عجبك الفيديو شيريه للي بتحبيهم علشان القناة تنتشر والكل يستفيد. دلوقتي خلصت الكمية كلها. شايفين هي يعني عالية وكتيرة قوي، ممكن تقولي دي كتيرة قوي على الحلة، لكن الطماطم لما بتتحط على البوتاجاز بتهبط وبتنزل ميتها كلها وحجمها بيقل. حطيت عليها كمان 3 قرون فلفل حراقين، ونص كوباية سكر عشان تعادل حموضة الطماطم، ومج ميه. حطيت مج الميه ده، هي طبعا هتنزل ميتها بس على ما تنزل ميتها، عشان الطماطم من تحت ما تتلسعش، او الحله من تحت ما تتحرقش معايا. فدلوقتي حطيتها بقى على البوتاجاز، يا دوب ما فيش 10 دقايق كانت نزلت. شايفين ميه قد ايه وحجمها قل خالص. كل الطماطم اللي انتوا كنتوا شايفينها عاليه دي نزلت اهي وبقت مليانه ميه. هسيبها طبعا تغلي لحد ما تتهري خالص. شايفين ده بعد مثلا يا ربع ساعة حاجة كده، يعني ما حسبتش وقت، بس انتي بقى بتشوفيها كل شوية بتروحي مقلباها كده ومقلبة الحلة من تحت عشان ما تتلسعش ولا تتحرق. اللهم صل على سيدنا محمد. وبتسيبيها بقى لحد ما الطماطم تتهري خالص كده، والمية بتاعت الطماطم اللي كنتوا شايفينها في الأول دي تبقى تخينة كده، يعني مش زي الأول كده كانت الطماطم لوحدها والمية فاصلة عنها، لا دي بتحسيها كلها تقلت كده وبقت ايه، بقت يعني ابتدت تبقى صلصة. في الوقت دوت انا نسيت اشغل الشفاط. وقافله طبعا شباك المطبخ، فبخار المية كله، انا ما كنتش مغطية الحلة، فبخار المية كله طلع على السيراميك، وزي ما انتوا شايفين كده بقى فيه مية على السيراميك وبخار مية. فطبعا المية دي كويسة جدا، بتدوب بقى الدهون اللي على السيراميك. رحت جايبة مسحت الباركيه بتاعتي، بقت الطماطم بتتسبك، وانا رحت ماسكة السيراميك كله مسحاه بقى من بخار المية ده. كل الدهون اللي كانت على السيراميك نزلت وبقت زي، والسيراميك بقى بيلمع وبقى زي الفل.
فحبيت يعني اصور لكم لما يحصل معاكم زي كده. استفيدي بقى، بدل ما تقعدي تجيبي مزيل دهون وكلام من ده، لا، بخار المية طالع سخن على السيراميك والمكان مقفول، فبوش الدهون اللي على السيراميك وبقى زي الفل. وبعدين بقيت اشطف بقى مساحة الباركيه بمية سخنة واعيد كمان عليها تاني، فبقى السيراميك بيلمع وزي الفل. وبكده ضربنا عصفورين بحجر واحد، نضفنا السيراميك وسبكنا الطماطم كمان. وربنا يعيننا يا رب ويعينكم على شغل بيوتنا ويدينا الصحة يا رب، اللهم امين. دلوقتي كده الطماطم كانت اتسبكت وتقلت ما شاء الله كده زي ما انتوا شايفين. دلوقتي بقى في المرحلة دي هطفي عليها وهسيبها تبرد خالص علشان اعرف اضربها. قولولي برضو عندكم كده في الكومنتات، يعني الطماطم عندكم الكيلو بكام، قفص الطماطم بكام، عشان اشوف كده يعني انا اتغلبت فيها ولا لا. بس دلوقتي الطماطم عامة الكيلو ب10، وفي ناس بتباعها الكيلو وربع ب10، يعني ب8 جنيه. لكن القفص ده كده الكيلو فيه واقف بحوالي 7 جنيه ونص تقريبا زي ما قلت لكم في اول الفيديو. فاكتبوا لي برضو في الكومنتات كده نعرف الاسعار. ومعقولة صحيح يعني الكيلو السكر وصل 60 جنيه او 70 جنيه؟ انا سامعة النهاردة ان هو بقى ب60 او ب70، مش عارفة ده حقيقي ولا لا. ما علينا. دلوقتي بقى كانت الطماطم بردت، فطلعت الهاند بلندر وهضربها كويس قوي. طبعا اللي ما عندهاش هاند بلندر هتستخدم الخلاط، لكن اللي عندها هتستخدمه لانه اسهل بكتير من موضوع الخلاط، ان انا كل شوية املى الشفشق بتاع الخلاط واضربه وارجع احطها في حتة تانية. لا، دلوقتي انا بضرب في نفس المكان اللي الطماطم موجودة فيه في نفس الحلة، فمش هيتعبني ومش هوسخ مواعين كتير. فبصراحة الهاند بلندر ده اختراع كويس ومريح في نفس الوقت. آه، طبعا لازم بس تتضرب كويس قوي وتتنعم، علشان لو كانت خشنة هتهدر معايا كتير وهتطلع تفل كتير. لكن لما بتتضرب ناعم كويس قوي كده وتتنعم، الهدر بتاعها او التفل اللي هيطلع هيكون بسيط، مش هيكون كتير. دلوقتي كده خلاص كانت تقريبا هي اتضربت، يعني نعمت كويس قوي. فكنت محضرة بقى مصفى وطبق علشان اصفيها فيه. بس المصفى دي كانت خرومها واسعة شوية، فكانت بتنزل لي شوية بذر من الطماطم، لكن الطفل ما كانش بينزل. لو انت عايزاها بقى ما فيهاش ولا الهوا، هتصفيها في مصفى سلك. يعني انا ما كنت بصفيها في المصفى السلك كانت ما بتنزليش اي حاجة خالص، ولا بذر ولا طفل ولا اي حاجة. بس كانت بتاخد وقت بصراحة وتزهقني، فانا رحت حطها بقى في المصفى الواسعة دي علشان تنجز معايا شوية واخلص بسرعة يعني. اتمنى الفيديو كده يكون عجبكم، وهستنى برضو رأيكم كده في الكومنتات، تقولوا لي ايه رأيكم في نوعية الفيديوهات اللي بقدمها، عجباكم ولا ايه. عايزة تشجيع كده في الكومنتات، تقولوا لي رأيكم بجد. حتى لو عندكم يعني تعليقات معينة على اي حاجة مش عجباكم، اكتبوها لي برضو، انا بتقبل النقد عادي جدا. دلوقتي شايفين بقى ما شاء الله بعد ما اتصفت بقت عاملة زي الصلصة اللي بنشتريها من في البطرمانات. تحفة جدا بصراحة. وهتوفر بقى على الواحد وقت ومجهود، لما الواحد يعني حتى في رمضان لما تقومي بقى كده وتكوني هتحشي ولا حاجة، هتروحي سلقة مثلا الكرنب ولا مقورة البتنجان، هتلاقي الصلصة جاهزة عندك في ثانية هتكوني حاشية. لان طبعا احنا هيبقى رمضان جاي برضو في شتاء كده يعني وفي ساقعة تقريبا، فبيكون اليوم قصير ومش يعني مش لاحقه انت هتعملي ايه. فلما تكوني عامله حاجه زي كده هتوفري على نفسك وقت ومجهود، وهتوفري على نفسك كمان فلوس. لان هي لو غليت كمان زياده عن كده هيبقى طبعا ده يعني ارهاق في الميزانيه. فكده طبعا الحاجه لما بتكون جاهزه عندك بتريحك من كل النواحي بصراحه. فانا بقى بحط في الكيس بعاير يعني يا لتر، في اكياس عبيتها لتر وفي اكياس لتر الا ربع. ليه؟ لان في طبخات مثلا زي المحشي هحتاج اللتر كله. طبخات تانية اللي هي العادية مثلا لو هعمل اي طبيخ ممكن محتاجش نفس الكمية دي. فانا نوعت ان الاكياس ما تبقاش كلها حجم واحد، بحيث لو في طبخة كبيرة في طبخة صغيرة
يبقى عندي على قد اطلع الكيس على قد الطبخة، مرجعش ما اخدش منه وارجع ارجعه تاني في الفريزر. ده الهدف، يعني ان انا مخليه كل كيس يعني الاكياس احجام مختلفة. بحط الكيس بقى في الكوباية زي كده علشان يعني تبقى، يعني اعرف اصب فيها في الكيس، ما يقعدش يروح يجي معايا يمين وشمال، الكوبايه هتبقى ثابته فهتريحني وانا بصب فيها. بس عبيتهم كلهم، واهم حاجه تخرجي الهواء من الكيس. فزي ما قلت بقول لكم في كل فيديو انا بفرز فيه حاجه، لازم اهم حاجه من اللي بيطول عمر اي حاجه بتفرزيها ان انت تكوني مفضيه الهواء كويس قوي من الحاجة اللي انت هتحطيها في الفريزر عشان ما تبوظش معاكي بسرعة. وكمان بتاخد مساحة اقل في الفريزر من لما بيكون الكيس مكبب كده، لا بيبقى واخد مساحة اكبر. لكن لما بتكوني مبططة الحاجة ومخلية سمكها رفيع، بتبقى مش واخدة مكان كبير قوي في الفريزر. ده بقى كانت الكمية التفل اللي طلعت من الطماطم. طبعا دي هحطها بقى للفراخ. دي عملت فركت عليها كده عيش وحطيتها للفراخ البلدي، يعني يعتبر ما رميناش حاجة خالص. دي كانت الكمية اللي طلعت من قفص الطماطم.